السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة وعمر كورة عالمية. الأخبار العالمية والمحلية، لايك وشير، واللي مش مشترك في القناة يشترك. أخبارنا النهاردة الكل بيتكلم عنها والسوشيال ميديا بيتكلم عنها. اجتماعات اتحاد الكورة يجتمع، الزمالك يجتمع، الأهلي يجتمع، حتى لجنة الاستئناف والاستئناف تجتمع، حتى لجنة التظلمات تجتمع. مش ناقص الا اجتماعات كبرى تاني، ما اعرفش ايه. الكوره في مصر والرياضه في مصر في الحضيض. الزمالك امس يعلن الانسحاب من مباراه السوبر مع الاهلي في الامارات. الانسحاب وليس الاعتذار، في فرق من الاعتذار والانسحاب. الاعتذار يعني انك انت تعتذر عن اللعب قبلها بفتره. امارات يعني تحجز والتذاكر تطلع واللجنه المنظمه والشركه الراعيه، يبقى ده اعتذار. لكن ده كله يتعمل وتيجي انت على اخر لحظه انك انت تقول مش هلعب، يبقى ده انسحاب. والانسحاب له عقوبات كتير. الانسحاب عقوبته مليون جنيه مصري، ووقف سنتين ما يلعبش في السوبر. اما الاعتذار ما لهش ايه، يعتبر ده اعتذار عادي من فتره، ما لهش اساسا ايه اي عقوبات. ليه الزمالك انسحب؟ ومين اعلن الانسحاب ده؟ طبعا المستشار مرتضى منصور. طب هو ليه السلطه انه يعلن الانسحاب او انسحاب نادي الزمالك؟ هو رئيس نادي الزمالك حاليا راجل معزول. فيعني هل هو الانسحاب شرعي من راجل معزول؟ ما حدش، يعني ما فيش حد قادر يتكلم خالص. المهم، ايه اسباب الانسحاب او اسباب ان لجنه الكره في نادي الزمالك او اداره الكره في نادي الزمالك كلها او مسؤول الكره، طبعا على كلام المستشار مرتضى منصور ان الكل موافق على الانسحاب وانه ما يلعبش ماتش السوبر. لما لجنه الاستئناف اجتمعت طلعت عده قرارات، هي تعتبر قرار واحد اهمها تجميد عقوبه كهرباء. تجميد عقوبه كهرباء ووقف نظر الاستئناف. لا، الاستئناف الاربعه اللي هم الاهلي قرارين والزمالك قرار والكهرباء قرار. وقف القرارات دي المطعون عليها لحين الفصل في جلسه يوم 14/5. يعني تعليق كل شيء، كل حاجه اتعلقت لحد يوم 14/5. انا ما اقدرش اقول حاجه واحده بس غير شابوه للجنه او لجنه الاهلي القانونيه. هي يعتبر هي العمل ده كله، وبذلك كهربا هيلعب السوبر. وبناء عليه تم انسحاب الزمالك بالاجماع، صوت وصوره على فكره، صوت وصوره. هيلعب كهربا، مش هنلعب احنا. مش هيلعب كهربا، هنلعب احنا. وعلى فكره ده لسه برضه اتحاد الكوره مجتمع وعاطي مهله لنادي الزمالك. النادي الزمالك معاه بكره، يمكن بعد الدور بالكثير خالص او النهارده بعد الانسحاب والاجتماع اتحاد الكوره هيعلن رسميا هل الزمالك انسحب ولا مش هينسحب. هل مرتضى منصور هيرجع في كلامه ولا مش هيرجع في كلامه؟ ومين اساسا اللي هيشترك مكان الزمالك؟ عندك المفروض بيراميدز. في اقاويل النهارده قالوا ان بيراميدز انسحب مش هيلعب. طب مش هتلعب ليه؟ ده بالعكس، ده فرصه لبيراميدز ان يلعب وياخد بطوله. هو ما خدش بطوله اساسا، طلع من كاس مصر وطلع من الكونفدراليه ويطلع من الدوري وعمره ما خدش بطوله، فيتمنى ياخد بطوله. ما يلعبش ليه؟ على فكره السوبر ده اللي داخل فيها فايز، مفيش حد خاسر. وانت نادي الزمالك يعني انت بتكسر كوع مين لما تنسحب؟ يعني انت لو دخلت وفزت ده مباراه وممكن تفوز، الله اعلم، هتاخد $1,000,000. اتغلبت هتاخد 500,000 دولار. يعني كده كده كسبان، سواء الزمالك سواء بيراميدز. لو بيراميدز ما لعبش على فكره طلائع الجيش اللي هيلعب مش فيوتشر الرابع، طلائع الجيش بالمواجهات المباشره، لكن بفرق الاهداف فيوتشر الرابع مواجهات مباشره، لان طلائع الجيش فايز على فيوتشر، هيبقى هياخدوا طلائع الجيش الرابع. طبعا الزمالك لما بعت وطلع اتكلم المستشار مرتضى منصور قال ايه؟ قال ان اتحاد الكوره متعنت نادي الزمالك بدايه من ازمه القيد
القيد الشتوي حتى قيد كهرباء وازمه كهرباء ب 12 مباراه ومليون دولار او مليون جنيه مصري ووقف عقوبه كهرباء. قال لك ان ده امر غير مرغوب فيه ومفيش عداله. مفيش عداله وتطبيق القانون مش على الكل، او تطبيق القانون مش على هوا مرتضى منصور. مفيش ولا يطبق على كل الانديه، وفي محاباه ومجامله لنادي معين. وقال لك انا بعتذر للشعب الاماراتي وبعتذر لجماهير الاهلي وجماهير الزمالك اللي جابت ايه التذاكر. وقال لك قال دي كمان يعني قال حاجه خبر كده، هو خبر يعني مش عايز اتكلم فيه شويه تخلف شويه. قال لك ايه لو الامارات ترضى العب بطل الدوري المصري مع بطل الدوري الاماراتي ويبقى سوبر مصري اماراتي. ده كلام المستشار مرتضى منصور، وبناء عليه تم الانسحاب. ولسه القرار زي ما قلت، القرار بكره النهائي هو كله طبعا كله الانسحاب، هو خلاص هو قرر ان ينسحب رسمي، لكن قرار النهائي يا بكره بعد الظهر يا بالكتير خالص بعد ايه اجتماع اتحاد الكوره النهارده، لان بيسجل حلقه واتعمل اجتماع اتحاد الكوره ايه بيجتمع، او قالوا ان احنا نجتمع النهارده بالليل على الساعه 11 كده. اتمنى ان تكونوا سعدتم بهذه الحلقه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.